صباح الحب، صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، صباحكم دقلة وحليب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم البنات هاكم تشوفوا دوب ما قمت من النوم هاوين المطر ما شاء الله خيرات، اللهم الغيث النافع، وإن شاء الله في باقي الولايات تكون زادة صبت وتكون زادة غيث نافع. اوكي، اكيد فما مطيرة، اكيد زاد فما الكانون اللي ما يغيبش على كل ركشة وكل قاعدة عنا في سيدي بوزيد. دوب ما حسينا الجو تبدل وكا وبردت ورجعت الشتوية، رجعنا نشرو في حاشاكم في الفحم ونعملوا في الركشات ونعملوا في التي على الفحم. وهوينو كما تشوفوا ركشة صغرونة انا وعمتي، عندي ضيفة جاية بحذايا باش تقعد نهارين. عمتي اخت بابا ما تشربش التاي على الغاز جملة، تقولك ما نشرب، نفضل اني ما نشربش وما تعطينيش تاي طيب على الغاز، لازم ديما الكانون. واكيد مادام فما كانون اكيد فما بخور زادة. الحمد رسول الله. كما تشوفوا دويرتي ما عندي حتى شيء ورايا، كل شيء نظيف. معوني مغسول، كل شيء مريقل، برك بقيت نخمم كما كل يوم اشنية دبارة الفطور، اشنية مع انه راهو عندي بيت، عندي كسكسي ما شاء الله طيبت بزيد، عندي بيت. ما هك انا هكاك نخمم وسي المسيو جاب لي دجاجه، واحنا هنا في المنطقه نسكن فيها البنات ما عندناش معناها الدجاج وماكينه هكا باش تريش وجبها لك حاضر، هذيك يا حسره. من كنت نسكن معناها في السنتر فيلا هكاك كنا نشرو في دارنا قليل هكا ونجيب لنا بابا دجاجه باش نريشوها في الدار. ولهنا في المنطقه معناها الراجلي ما كمش كيفنا احنا ما نسخنوا الماء والريش ولا. علمتني حماتي ربي يفضلها ويطول في عمرها ويفضل لكم حمواتكم الكل. علمتني طريقة، قالت لي علاش ما تسلخهاش الكل تربح الوقت من غير ما تبقى تسخن في الماء وتريش وما نعرف شنو. هذه الطريقة كي جربتها مرة اثنين كيفكم راني ما نعرفش قبل، جربتها دوب ما خزرت لها معناها انا بحذا وهي نظفت. المرة الثانية عملتها وحدي، عملت على روحي وعملت ولت نجحت معايا، من انا لقاها طريقة سهلة. وليت راجل يجيب لي دجاج نعملها هكا، بحكم قلت لكم راه ما عندناش هنا دجاج عنده ماكينه معناها وينو، معناها جيست انت تشري ويذبحها لك وكا هاو تمشي تروح بها. وكما هنا تشوفوا الطريقه، ها وينو قسيت الراس نحيته وحده ونحيت الساقين وحدهم، وجيت ملوطه كما شفتوا في الفيديو هكا، دخلت فيها شويه سكين باش نجم نشد الجلده ونبدا هكا نجبد في الجلد معايا تجبد طول ديريكتومون، فهمتوا؟ سهله الطريقه. وبعد كما تشوفوا مره نحي منها اما الجناح هكا ما نجمش نتقوى برشا عليه، هاني نعمل بالسكين تعاوني شويه وكا. ومن بعد كما نعرفوا الطاويق بعد ما تنحى الريش الكل بالجلده بالريش تتنحى هي. نظفها من نحي حاجه كما كل في المصارن نتاعها، ونظف الكبده وكل شيء بقيه تعرفوهم معناها كل شيء في الفيديو تو تشوفوه ان شاء الله. هذه الطريقه نلقاها سهله معايا، معناها ما تشدلكش اكثر من 10 دقائق. انتو معناها تعود بها مرة اثنين كما تشوفوا اخزروا هنا في الفيديو جناه نجبد بشوي. نلقاها طريقة سهلة من غير ما نبقى نستنى في الماء حتى يسخن ونغطس هكا ونريش. لا الحق نلقاها طريقة سهلة برشا. ومن بعد ما كملت هكاك هكا كما تشوفوا فيها. نغسلها مرتين ثلاثة مش نحي منها كذا مش حاجة قط ريشة ولا حاجة. وبعد ما نغسلها بالبيه وننظفها مليح، يعني ما نخلي فيها حتى شيء دجاج، ننظفها من الداخل مليح. الحمد رسول الله. نغسلها بالقارص والملح والماء وقطرات خل هكا، ننظف بالبيه وساعات نخليهم حتى يترنخش ترنخ شوية هكا. باش تنحى كسفورية وتنحى وتتعقم برشا حاجات. يعني هذه طريقتي. ومن بعد ما نكمل كما قلت لكم نعقمها كما هكاكا نقصها. انت اسمع كل واحد عنده طريقته كيفاش يقسم الدجاجه، ثم اللي يحب الفخذ، ثم اللي يحب الفخذ معاها شويه سكالوب مكه. كله ثم شكون يحب جناح بس معاها شويه من فوق من السكالوب. انا البنات تشوفوني كش قسيت الاجنحه ما قصتش معاهم شويه سكالوب، خاطر احنا الاجنحه رانا ما ناكلهمش، اما مع كيكه ما ناكلهمش، اما قصيتهم ونظفتهم كل شيء. عندنا في بعيدة شوية مش وحدة داري طول، ثم قطوسة جايبة صغيرة والدة. هاي وين نصمتهم لها في الماء، وبعد نفتفتهم هكا ومعاهم شويه مقرونه ولا حاجه ونعطيهم لهم. الحمد لله. خاطر ما جيش نجيبها الداري، راجلي ما يحبش تربيه القطاطس، وكل في دارنا كنا نربوا، ما توا في داري الحق لا، يخاف على ولدي يقول لي الشعره ما نعرفش الشعره خايبه وتعمل كيسه. عافانا وفاكم الله.
دونك ما احترمت رايه وقلت له حر ما يسالش نحترم رايك، اما شنو هاني نعطيه الماكله بعيد على الدار وكهو. وحتى كان نجي نروح ما نخليهاش تشوفني كاش نروح باش ما تتبعنيش، خاطر ماك تعرف الوقت اذا ولفتهم بحاجه مش يتبعوك سي. ها وينكم تشوفوا تقطيع الدجاج نتاعي كيما قلت لكم، راه كل واحد يقص حسب افراد عائلته كيفاش ياكلوا عائلته، كل واحد وطريقته. اما هوني هذه الطريقه بار اكزومبل تفيدك العرايس جدد اللي ما عندهمش مثلا تعجبك الشي قصو، خاطر احنا في القبل في دارنا نجيبوها كنا نمشوا للدجاج نشرو الدجاجة ولا المازع ناخذوها حاضرة، او ساعات هو يقصها لنا ويعطينا حاضرة احنا جست نغسلوها كيما قلت لكم نعقموها ونفوحوها اكاهو. ثم مثلا تجيك وقولك حماتك يلا شمع على ذرعانك وقد لي الدجاجة مثلا قصها ولا حاجة، ولا راجلك يجيب لك الدجاجة هاون على قريب يكون عندك فكرة. واللي عنده فكرة ما يسالش هاوينو كما نقولوا فيها زيادة الخيمة فيها ندامة. واذا عندكم طريقه اخرى واسهل من هكا تكتبوا لي في التعليق، راهو ماذا بينا نفيدوا بعضنا علاش لا. واذا عندكم فكره كيفاش تعقموا الدجاج نتاعكم كيفاش تفوحوا قولوا لي. انا كما قلت لكم هنا عندي كليل وزعتر من جبل منظفين وشيحين ومرحرحيتهم، نفوح بالكليل والزعتر هكا ونحركهم مليح 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 ونخليهم هكا يشربوا شويه الفاح نحطوا ونرجعهم. نعبيهم هكا في، انا ما نحطش في ساشيات الدجاج. انا عندي كل حكوك هكا، ثم حكوك كبار وحكوك صغار وحكوك متوسطين، ونحط حسب الحاجه. مثلا هذيك نحط فيها الفخذ شويه سكالوب، هذيك نحط فيها سكالوب كهو، هذيك نحط فيها الاجن حكي قلت لكم باش نعطيها للقطوسه. كل حكه ونحوش نحط فيه باش كي نجي نجبد نلقى روحي ساهل، مابقاش نستنى فيه حتى يذوب وحتى نحي منه لا لا هكا نلقى روحي هكا طريقتي هكا هذه الفكره سهله وكهو تعاوني. وبعد كي قلت لكم عندي بحكم عندي كسكسي ديجا برد البحر بيت وكل شيء، راجلي قال لي لا ما نحبش حاجه ايدامات ومرق وكل عملنا حاجه خفيفه. شني الخفيفه شني الخفيفه وانا عندي شويه خضره. قلت له شنو رايك نعملوا كفتاجي، قال لي ما فيها بس، اما قال لي اعمل في الفور، خاطر جربته قبل في الصيف مرتين من ثلاثه وعجبه. تذكروا هكا هاو قاسيت الخضرة متاعي شوية بطاطا، البطاطا ما عنديش برشا جست كعبتين هكا هاو، وعندي قرع احمر وقرع اخضر وطماطم وحاجة فلفل. فوحتهم بشوية ثوم وتبل كروية وملح وزيت زيتونة، وخليتهم دخلتهم للفور. ديجا الفور قاعد يسخن انا تو دخلتهم للفور وخليتهم يطيبوا على راحتهم. اما خساره ما في بالي الكاميرا قاعده تخدم ما يشتغل باش نكم البق معناها فرجاني في الاخر ما شاء الله. وكي خرجت بعد ما طاب عملت فوقه شويه بصل وشويه معدنوس، وتحبوا زدتوا شويه هريسه. انتم اذا تحبوا تزيدوا الطن تزيدوا عظام كما تحبوا انتم. انا عملت العظام في الزيت وحدهم وقليتهم وحطيتهم معاه كما تحبوا انتم، لكم حرية الاختيار. ما تنس اذا كان وصلتوا للفيديو اللحظة هذه ما تنسوش عيشكم وربي يبارك لكم تحطوا لي لايك وتعملوا لي كومنتير مزيان كيفكم وتعليق مزيان كيفكم يا احلى اخوات في الدنيا. ونحب نشكر اللي قاعدين يعملوا لي ابوني، مرحبا بكم. واللي يعملوا لي ديجا في الكومنتارات وسورتو على الفيديو نتاع كولاجين نتاعي، ربي يبارك لكم ويجازيكم كل خير. والله والله العظيم فرحتوني. وكنت باش نسكر معنا ما كنت ما عادش باش نهبط حتى فيديو، اما كي قريت كومنتاراتكم وقريت تعليقكم قلت محلاها من الناس هذوما قداش يعطوك طاقه ايجابيه، قداش روحهم خفيفه، قداش روحهم طيبه 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 من داخل برشا. هيا نواصل وعلاش لا، وخطوه خطوه توا نوصل ان شاء الله للبيت نتاعي. انا لحالة القناة مانيش باش معناها جست نحب نعاون روحي شوية، خاطر كما تعرفوا يد واحدة توا في تونس لا تصفق بالحق. الغلاء برشا برشا، معاش واحد واصل وحده. راجلي مع انه سافا يخدم الحمد لله على كل حال، اما والله العظيم مع البيبي مع الكوش الحليب المتطلبات اليوميه ما عادش خالطين جمله جمله جمله. زاد نتصور اغلب التوانسه هكا معناها مهما تكون شهريه راك ما توصلش، لازم مع اموال المراه تعاونوا شويه. ان شاء الله انا مانيش معناها معمل عليها 100% القناة، اما هوين اذا كان جت حاجه منها مرحبا، ما جتش مرحبا زاد مانيش معمل عليها كل طول طول فهمتوا. ان شاء الله ان شاء الله علاش لا نعاونوا بعضنا، علاش لا تعاونوني بالجيم والكومنتير وان شاء الله. ما انا ما عندي ما نقول
نقول إن شاء الله واللي كاتبها ربي بقدرة ربي توا تصير. وإذا كان عندكم أفكار وإذا كان عندكم اقتراحات قولوا لي في التعليق، ونحب نجاوب. ثم أخوات سألوني كيفاش نقري بحكم أنا معلمة الكل، كيفاش نقري صغيري يبدأ في التحضيري وكيفاش نعلم الحروف وكل شيء بقدرة. طب مانيش نسيتكم، راني قريت التعليق نتاعكم ديجا كتبته في الأجندة عندي. أول فرصة نتفاضل بقدرة طب نعملكم فيديو كيفاش، أما جست تو خاطر امتحانات غصرة شوية وقدرة ربي تو نعمل لك اختي ولا نبعث لك حتى في البريفي. تو نشوف تليفوني خاطر انا قبل خدمت عليه الفيديو، قدمت فيديو هكا وهبط راه في القناة. اما تو زد نعاود نشوف نلقاش فيديوهات اخرى خاطر ثم عندي جروب في الفيسبوك نقري بيه ونبعث فيديوهات في البريفي من غير اسمع. على فكرة اونتر بارتوز راهو مجانا نعاون في الصغار هكاكا. ثم في جروب انه كيفاش نقري صغيري وكيفاش نتلهى صغيري، يسالوا فيا كيفاش يا مدام هكا وهكا، نبعث لها في البريفي هكا في شكل فيديو. وكهو فهمتوا في المساجات. لا نطلب منك اختي لا فلوس لا سبلك وارد لا حتى شيء، دعوة خير ودعوة كما نقولوا فيها كلمة طيبة خير من ألف حاجة. لا حاجتي بأختي بفلوس لا حتى شيء. ومع هذاك نرجع للفيديو مع الكفتاج عملت شوية سكالوب، فوحتهم شوية ثوم وملح وفلفل أكحل وتبل كروية وكركم وشويتهم شوية في القلاية شوية زيت وشويتهم والحمد لله. ومع خبيزات الحق من الكوشة جابها من راجلي وتعشينا ولله الحمد. معك الكويس التي ونعمة واللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال وإن شاء الله قسمتكم منها في الجنة. أما كما قلتلك في بالي كاميرا تصور، أما الغالب ما هيش قاعدة تصور باش نوري لكم الفيديو الشكل النهائي. ودزوا لي على الحس راه حذايا صغار صار اختي يلعبوا، هذاك علاش الحس معاهم ولدي، هذاك علاش الحس تلقوه برشا. ان شاء الله يا ربي حني